امام عاشور، هحاول اختصر لكم الاحداث اللي حصلت في قصه امام عاشور، وهقول لكم رايي في الاخر. وكل الناس عارفه اكيد، وكل الاعلام دلوقتي طالع بيتكلم ان خلاص امام عاشور شبه خلص كل حاجه في النادي الاهلي، وواقفه على اتفاق الاخير ما بين النادي الاهلي ونادي ميتلاند الدنماركي اللي بيلعب فيه دلوقتي امام عاشور. طيب القصه بدات منين؟ القصه بدات لما المجلس المعين اللي كان قبل ما يرجع رئيس النادي الحالي بمجلسه يستلم النادي كان ماضي مع اللجنه عقد جديد. امام عاشور كان ماضي معاهم عقد جديد. لما جه مجلس اداره استلم وخد عقد امام عاشور، شفنا طبعا كلنا اللقاء اللي طلع فيه المشرف العام على الكوره لما طلع قال انا لحقت عقد امام عاشور قبل ما يتوثق عشان في كوارث. ايه هي الكوارث؟ ما نعرفهاش لغايه دلوقتي، وايا تكون الكارثه فهتبقى اهون من اللي احنا فيه دلوقتي، بس ما علينا، ده اللي حصل. وامام عاشور فضل مكمل معانا لغايه لما جاله عقد من ميتلاند الدنماركي مع الاثنين الايجنت اللي كلنا عارفينهم، وراح الراجل لعيب فعلا بعقد ب 3 مليون دولار. وطلع مجلس الاداره قاعد يقول ده فاضل له سنه، ممكن يبني كمان 6 شهور فري ومش عارف ايه، و3 مليون دولار ده رقم كبير وبلا بلا بلا وكلام كتير كده. وقالوا ان امام عاشور هو اللي كان مصر ان هو يطلع يحترف. كلام جميل ما فيهوش اي حاجه، على الرغم ان انت كنت ممكن تلحق كل ده بالعقد التاني، بس مش مشكله هنساها. المهم امام عاشور راح ولعب، بس المدرب اتغير فحصل مشاكل. المهم ان امام عاشور عايز يرجع تاني مصر. المهم ان امام عاشور لا اتصاب هناك فرجع يتعالج فين؟ في مصر. فين بقى في مصر؟ في نادي الزمالك. وجه نادي الزمالك مره واثنين وثلاثه. والكلام اللي طلع واتقال ان امام عاشور كلم مجلس الاداره ان هو عاوز يرجع نادي الزمالك تاني، عايز يرجع مصر من خلال نادي الزمالك. بس نادي الزمالك طلع قال ان مفيش فلوس، وطلع رئيس مجلس الاداره قاعد يشتم فيه، مش يشتم فيه، يقول يعني كسبنا من غير امام وكسبنا بامام ومش عارف ايه، وان احنا مش محتاجينه ومفيش فلوس، وانا بايعه ب 3 مليون دولار هجيبه بكام ومش عارف ايه. وامام جاي النادي خلي بالكم مره واثنين وثلاثه، لغايه ما نادي الزمالك خلاص رمى طوبه الراجل. بعد كده سمعنا بيراميدز هيخش في الصفقه، الاهلي هيخش في الصفقه، وده اللي حصل ان الاهلي شبه خلص كل حاجه مع امام عاشور. زي ما قلت لكم فاضل حاجات بسيطه بس مع نادي الدنماركي. الفكره سهل ان انت كنادي الزمالك كنت ترجع امام عاشور. اه كان سهل ان انت ترجعه لان الراجل جالك مره واثنين وثلاثه. الكلام اللي طلع والله اعلم صح ولا غلط ان رئيس النادي طلع قال له انت عايزك تطلع تعمل فيديو تقول ان انت اللي كنت مصمم تسافر ومش عارف ايه، وامام رفض. وارد يكون الكلام ده صح، وارد يكون غلط، بس هنساها، هعتبر نفسي مش شايفها. انا اللي انا هعرفه ان الراجل جه النادي مره واثنين وثلاثه. انت بتقول مفيش فلوس علشان ترجع امام عاشور. طيب في الفترات الاخيره او في الفتره الاخيره بالاخص انت قلت ان ده الزمالك دخل له مبلغ كبير من العضويات. هنفترض ان المبلغ ده ما يغطيش التكلفه بتاعت صفقه امام عاشور. طيب انت لو علاقاتك كويسه مع الناس وفي زملكاويه كتير ورجال اعمال وي وي وي، كنت ممكن تجيب رجل اعمال يتكفل بالصفقه دي. وده يعني مش بقول لك شغل ماركتنج، ده الف ب، يعني حتى الخصم بتاعك بيعملها لما بيكون مزنوق في حاجه، يجيب رجل اعمال تعالى هصيطك في كلمتين واقول ان انت اللي عملت الصفقه، وياخد اللقطه بتاعت الكادر اللي هو عايزها ويدفع. فسهل جدا كنا نعملها، مش قصه، انا مش بكلمك في حاجه صعبه ولا مستحيله. في حين ان انت كنت ممكن تريح دماغك اصلا من القصه دي كلها، ان امام كان ماضي مع اللجنه المعينه عقد اصلا طويل، فما كنتش هتوصل للحته اللي انت فيها دي، ما كنتش هتوصل ان انت فاضل له سنه ومضطر توافق عشان تبيعه، وما كانش هتوصل ان امام ممكن يروح النادي الاهلي خلاص او يعتبر خلاص راح. الحاجه الثانيه ان انا دلوقتي كراجل مسؤول في نادي الزمالك في 2 ايجنت، 2 وكلاء لعيبه، كل مره يقرطصوني ويدوني على قفايا وياخدوا مني لعيبه ويمشوا. مش اي لعيبه، ده احسن لعيبه عندي، وبرضه بتعامل معاهم مره واثنين وثلاثه. فمالهاش غير حل من اتنين: يا انا موافق على الكلام ده ومظبط معاهم كل حاجه، يا انا اهبل وعبيط. مالهاش حل تاني. ودي يعني اي حاجه من الاتنين هي كارثه ومصيبه كبيره جدا. الحاجه الاخيره اللي عايز اتكلم فيها هو تخص النادي الاهلي. شفنا قبل كده كابتن سيد عبد الحفيظ طلع اتكلم مع احمد موسى في البرنامج بتاعه، او الاستاذ احمد موسى فرق السن برضه، طلع قال ما حدش يقدر يتف على الجمهور ويقعد ثانيه في النادي، ومش قاعد يقول كلام كتير كده بيسقط على موضوع كهربا مع نادي الزمالك. وكمان طلع رئيس النادي الاهلي الحالي الكابتن محمود الخطيب قال لك مفيش حد اكبر من النادي الاهلي بما فيهم هو شخصيا. ودايما مش هما الاثنين بس، اي حد تبع النادي الاهلي سواء مجلس اداره سواء جمهور سواء ايا كان مسؤول في اي منصب، بيطلع دايما يتغنى
بالمبادئ بتاعه النادي الاهلي، وبيكلمنا على امثله كتير، فلان الحضري، رمضان صبحي مش هيخش النادي تاني، مش عارف ايه، عشان دول بس ايه، ان هم راحوا ومضوا النادي تاني. مش، وركز معايا، مش اهانوا رموز النادي وشتموا فيه وسبوا، وانت نفسك كنادي اهلي طلعت بيان ان انت عايز امام عاشور يتعاقب. فالموضوع كبير، النادي الاهلي مش هيطلع بيان ضد لعيب الا لو الموضوع كبير. فبعد اذنك وبعد اذن اي حد اهلاوي، سواء مجلس اداره بقى، سواء جمهور، سواء كابتن سيد عبد الحفيظ، سواء اي حد، اياك تطلع تتكلم تقول لي مبادئ النادي الاهلي. هترجع تقول لي طب ما انتوا عندكم في النادي، احنا يا باشا رئيس النادي اللي موجود دلوقتي احنا عارفين ان هو ممكن يقول كلمه ويجي بعد ساعتين يقول لك ده زي احمد وامير عادي، احنا عارفين ده كله تمام. وما قلناش ما ادعيناش الفضيله ان احنا احسن نادي في الكون، وان احنا النادي الوحيد اللي احنا ما ادعيناش الفضيله دي. انتوا اللي دايما بتقولوا احنا نادي المبادئ، واحنا ما بيحصلش عندنا كذا وما بيحصلش عندنا كذا. والحقيقه في كمان اخر حاجه معلش عايز اقولها، الاستاذ هيثم عرابي واحد من الناس المحترمين ولسانه ما بيغلطش في حد، راجل مش غلط وراجل محترم وشاطر في شغله جدا. لما كان ماسك النادي الاهلي كان شاطر. الحقيقه ان هو لما طلع اتكلم على موضوع امام عاشور، طلع بيخاطب جمهور النادي الاهلي بيقول احنا مش عايزين نتحط في موقف الدفاع. لا، انت غصب عنك، انا اسف، محطوط في موقف الدفاع، لان موقفك وشكلك وحش لما تطلع تدافع عن القصه دي. لا، انت شكلك وحش. وللاسف ان قطاع كبير من الجمهور بيصدق الكلام ده وبيمشي وراه. فيعني يا جماعه بعد اذنكم، طلب بسيط جدا، محدش يطلع يقول لي قيم ومبادئ النادي الاهلي، لان موضوع امام عاشور ده سيبك من ان هي اتهدت من قبل كده بكتير، بس موضوع امام عاشور بالذات هد المعبد وهد القيم والمبادئ اللي انتوا بتتغنوا بيها ودايما بتتكلموا عليها. سلام.